قبل ماتش المغرب وفرنسا بغيت نقول لك على واحد الحاجه اغلب الناس ما كيلاحظوهاش. في الكره ما كيربحش ديما اللاعب اللي عنده اكبر موهبه، كيربح اللي كيخلي العالم كامل يشوف القيمه ديالو. دابا خليني نسولك سؤال: الا كنتي انت احسن مصمم ولا احسن مبرمج ولا عندك اي مهاره ولكن حتى واحد ما عارفك، واش هاد المهاره غتجيب لك فلوس؟ الجواب هو لا. حيت في هذا العصر المشكله ماشي انك ما عندكش قيمه، المشكله انك ما كتعرفش تبيعها. تبيع راسك ماشي يعني تكذب ولا تكون بالتفاخر، تبيع راسك يعني تعرف توصل للناس شنو كتعرف دير وعلاش انت بالضبط تستاهل اختارك. هذه هي المهاره اللي كتفرق بين جوج ديال الناس عندهم نفس المستوى، واحد خدام 3000 درهم وواحد كيدخل عشرات الاضعاف. المهاره بوحدها ما كتكفيش، خاصها صوت، وداك الصوت هو السادس. الا بغيتي في الريت الجاي غنوريك اول خطوه باش تتعلم تبيع راسك، حتى الا كنتي انطوائي وما عندك حتى تجربه. كتب لي واحد التعليق كنتيقاد بناء على هذا الميساج اللي حاولت نوصل لك. دير فولو باش نتشوفوا الريت الجاي. الى هنا، السلام عليكم.